ربنا يفك كرب جامد. عمار عبد المحسن محمد ابو الليل والد مريم. امير ومريم كانوا بيحبوا بعض جدا جدا جدا. انا شخصيا ما كنتش موافق على امير، مش اعتراضا على شخصه ولا حاجه، لا، بس انا كنت شايف ان بنتي صغيره لسه ودي اصغر بناتي، فكنت معترض عموما على جوازها دلوقتي خالص يعني. ورضخت لرغبه بنتي في اتمام زواجها بامير لانها بتحبه جدا وهو بيحبها جدا. وفيه يعني احداث هي قبل كده في محاضر رسميه في قسم شرطه ثالث المحله ان البنت كانت شربت سم اكتر من مره عشان خاطره. ده حقيقي. لما اعترضنا على الزواج ولما وزعلوا من بعض، بعدها الولد نفسه الله يرحمه شرب سم برضه عشان خاطرها. كنا عايشين في زي دلوقتي واحد فيهم يقتل الثاني. وكان مقرر النهارده عقد القران وبعد اسبوع ان شاء الله الزواج رسمي. مفيش اي داعي للقتل، والاثنين بيحبوا بعض والاثنين متمسكين جدا جدا ببعض. خلافات عاديه جدا زي اي اثنين مخطوبين واي اثنين متجوزين، بس هم معاهم كانت الخلافات دي كتيره شويه. ما بيعملش حساب للكلمه اللي بيقولها، ما بيعملش حساب لفرق السن. فاتصل بيا في التليفون، هي بنتك فين؟ قلت له في ايه يا ابني؟ احنا منفصلين انا وامها. قلت له عند امها. شتم بالفاظ بذيئه جدا جدا. روح شوف بنتك يا راجل يا كذا يا كذا. هي غيره شديده، بس غيره غير عاديه. غيره يعني كلنا بنغير. انا ما شفتش الغيره دي قبل كده. وسبق ان انا انهيت الخطوبه وجاء يوم ما شتمني في التليفون اتصلت بابوه وامه وجم قعدوا معايا. قلت لهم يا جماعه خلاص احنا مسامحينكم ومش عاوزين منكم حاجه وخلاص هنفض الموضوع على كده. ازاي؟ قلت لهم خلاص والله هو كده ابنكم ما ينفعش معانا. اما يشتم راجل قد ابوه كان زميل دراسه وجار وصديق وفي بينا نسب لان اخويا كان متجوز بنت عم امير. فيعني هو طبعا طبيعي انها كانت تروح الشقه. انا ما كانش عندي علم ان هي رايحه الشقه تمام، وانا مش عايش معاهم، لكن عروسه يعني بقالها ده توقعي انا الطبيعي يعني، لان كنا متفقين على الونش اللي هيجي ينقل العفش. النهارده السبت. ايوه. احنا حاجزين حاجات ثلاجه وغساله وحاجات عند الراجل قال المكان زحمه وتعالوا شيلوا حاجاتكم يا اما هزود السعر بعد كده. كان الميعاد اخر موعد النهارده. شيء طبيعي انها كانت تروح الشقه امبارح. ده افتراضي انا انها تروح توضب الشقه. اكيد حتى عشان تكون الشقه مجهزه برضه لان احنا هنروح ننقل العفش. وهذا شيء طبيعي. هما كانت علاقتهم كويسه جدا 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 برغم ان خلافاتهم كتيره جدا جدا. بس هو الحقيقه ما كانش بيتحمل زعل. ابو امير الله يرحمه بقى اتصل بيا امبارح مساء حوالي الساعه تقريبا 11 بالليل تقريبا. الله اعلم يعني مش متذكر بالظبط. ف رن عليا فتحت رديت عليه لقيته بيشتم. شتم بألفاظ بذيئه جدا وشتم في كتفي. فقلت له في ايه يا ياسر؟ قال لي بنتك شنقت ابني يا راجل يا كذا يا كذا يا كذا كذا. انفعاله قدرت انفعاله وما ينفعش ارد عليه. خلاص ده كل اللي حصل يعني. دي الطريقه اللي انا عرفت. سالت انا داخل القصر وانا رافض تماما تصديق ان هو مات. انا فكرت ان ابوه بيبالغ يعني بنتك زقت ابني وقع مثلا. انا فكرت كده. بنتي مش عنيفه ولا عدوانيه لدرجه القتل. دي استحاله. وبعدين هي كانت بتحبه جدا وانا منفصل عنهم. وبنتي لجأت لي وقالت لي انا لجأت لك
باللفظ لاجل عيون امير. يعني هي اعلنت احتجاجها عليا وعدم لجوءها ليا الا عشان خاطر عيون امير. جالي استدعاء من النيابه ووالدتها جالها استدعاء من النيابه واحنا طبعا لبينا استدعاء النيابه وانا جاي دلوقتي عشان ادخل النيابه. ما حصلش وقت. لا ما شفتهاش خالص. بنتي مش ممكن تقتل، بنتي مش ممكن تقتل، ولكن احنا في انتظار ظهور الحقيقه. اللي وصلني لان ما شفتهاش ان هي غنت عليه كتير، ما ردش، راحت الشقه لقاته مشنوق، اتصلت على واحد صديقه من تليفونه وجه صديقه وخدوه في توك توك ودوه القصر. امشي دلوقتي يا حاج من هنا احسن يعني. خلاص مشيت.